مرحبا يا قوم، عساكم بخير جميعا. البارحة شفنا واحدة يمكن من أهم الأيام في تاريخنا الحالي عم ينكتب له من خلال مهرجان ما سمي به مهرجان النصر أو مهرجان انتصار الثورة يوم الأربعاء 29/1. تقريبا كل ما صدر في المهرجان من قرارات أو من اتفاقات كان تحصيل حاصل أو شبه نفذ أصلا وانتهى، من حل حزب البعث، من حل أحزاب الجبهة، من حل مجلس الشعب، من تعطيل الدستور. ما هو أصلا مع أول يوم من سقوط النظام في 8/12 كان منتهي الأمر لكن وحتى تعيين أحمد الشرع رئيس للجمهورية للمرحلة الانتقالية أو المرحلة المؤقتة، ما بعرف شو تم اصطلاح التسمية بشكل نهائي. ما أثار الاستغراب كان هو ضيوف المهرجان اللي هن كانوا في المعظم اللي كانوا قادة الفصائل أو الشخصيات العسكرية. كتير أثير احتجاجات رفض ولغط وما شابه، خصوصا على منصات السوشيال ميديا بعد انتظار طويل كلمة اللي كانت منتظرة أو التي تم الإعلان عنها، وفي النهاية ما كانش في كلمة. عرضت بعض التسريبات من خلال التليجرام، قنوات التليجرام، واليوم لمنتصف النهار تقريبا حتى تم عرض تسجيلات الكلمات للمتحدثين. وأخذ البعض على أنه أحمد الشرع رجع لبس البدلة العسكرية. لكن أنا بدي ناقش هاي الفكرة بصراحة تحديدا، اللي هي أنه شو مأخذنا نحن على الموضوع، أو ليش تم كل هذا الجدل، كل هذا الرفض، أو تم كل هذا الاحتجاجات. أنا برأيي أنه الشيء اللي صار امبارح كحدث هو طبيعي جدا، بل نحن لا نملك أي آلية مختلفة. نحن الآن ما فينا نحدد أو نحط رئيس جمهورية لا من خلال دستور ما عندنا، ولا من خلال مجلس الشعب لأنه كمان ما عندنا، ولا من خلال أي آلية أخرى تقوم باختيار رئيس. ما في. نسأل حالنا سؤال: يا ترى أحمد الشرع هو موجود الآن أو خلال الشهرين تقريبا الماضيين بصفته مين؟ بصفته حدا حليوة وحلو وكيوت؟ لا. بصفته شخص الناس اختارته وقالت له أنت اللي بدنا إياك؟ كمان لا. بصفته قائد الفصيل الذي دخل دمشق، أو قائد الفصيل الذي أطلق عملية عسكرية ونجح فيها. بس بشكل أو بآخر أحمد الشرع هو موجود الآن بصفته قائد عسكري. والبارحة كان اجتماع مع قادة عسكريين لإقرار من سيكون المنتصر، أو لإقرار من سيكون صاحب الكلمة الوحيدة والبقية في صفه، أو البقية تبع له. وأنا برأيي هذا الشيء ضروري كان يظهر فيه في البدلة العسكرية، ضروري كان يكون موجود في البدلة العسكرية لتأكيد هويته. هو مين؟ هو القائد العسكري الذي انتصر في المعركة. نقطة، انتهى. بس الآن هذه الفصائل، واللي ما بيعرف فصائلنا السورية كثيرين بيعرفوها، بس ما بعرف إذا في حدا جاي جديد على الوضع العام أو تعرف حديثا على هاي الجماعات. هن كثير بيشبهوا المماليك اللي كانوا دائما محترفين بالانقضاض على بعضهم والقضاء على بعض وتصفية بعض والنيل بعض. ما بين هذه الفصائل مثل ما بيقولوا ما فتح الحداد، ما بعرف شو ما تركوا فرصة للانقضاض على بعضهم، ما تركوا فرصة للنيل من بعض. أحيانا بسبب اختلافات ما بين شخصيات، أحيانا بسبب اختلافات بين داعمين، أحيانا بسبب اختلافات مناطقية، وأحيانا بسبب اختلافات إيديولوجية أو مرجعية بيناتهم، من مرجعية دينية أو مرجعية مدنية أو ما شابه.
لذلك أنا برأيي كان مهم جدا تأكيد أنه مين القائد، مين القائد هذه المجموعة. البارحة كانت فرصة ليكون قائد هذه المجموعة واضح وحاسم، وأنه كل باقي الأفراد الفصائل أنه يدينوا له بالطاعة. آسف يعني أنه بعض ممكن يشوف هاي المفردات أنه قروسطية، يعني أنه من وين جاي أنت، يعني أي عصر؟ بالأخير هذا الوضع يعني هذا الوضع. نحن مش دولة متطورة حديثة في عندها دستور عمره 300 سنة ولا في عندنا يعني الإرث العتيق من الممارسة الديمقراطية. نحن لسه عم نحاول نعمش سواء عجبنا أو ما عجبنا. يعني هاي الآلية الوحيدة اللي كانت موجودة البارحة وتم اتباعها مثل ما هي. يعني الآن قادة هذه الفصائل رح يعرفوا جيدا أنه حدودهم هون، لأنه هن كانوا بكل بساطة فيهم يطلعوا ويقولوا خيي هذا قائد فصيل بده يصير رئيس، أنا كمان بدي أصير رئيس. شو مين بيمنعني؟ يعني أنا كمان عندي مجموعات وعندي مقاتلين وأنا كمان بدي أصير رئيس. فبرأيي اللي تم البارحة هو حسم لهذا الجدل وتأكيد على أنه هذه المرحلة انتهت، مرحلة الصراعات، مرحلة الفصائل الصغيرة اللي بتاكل بعضها. الآن يفترض أنه بقرارات البارحة انتقلنا لشيء اسمه تأسيس جيش وطني. هلا بالتسجيل الماضي لما حكيت أنا أنه النصرة بتحب دائما أنه يكون ما في إلها شركاء وأنه يجوا لعندها الأشخاص أفراد، احتج يعني العدد من الأشخاص على أنه بدك إياهم يجوا لك بتنظيماتهم ويصير عندنا تفكك ويصير عندنا مثل العراق. لا، أكيد لا. أنا كان قصدي أنه أنت لما بدك تبني جيش وطني فيفترض أنه يضم الجماعات ليس كما هي بأجسامها، لكن هذه الجماعات تنخلط كلها مع بعضها بما فيها هيئة التحرير. يعني مثلا يكون قائد الجيش من فصيل، يكون قائد سلاح الجو فرضا من فصيل، قائد سلاح البر من فصيل، قائد الأركان من فصيل، قائد العام يبقى هو رئيس الجمهورية وهو أمر يعني أشبه ما يكون بالشكلي أو الفخري. فهذا كان المقصود. أما أنه تكون كل المصادر كل المناصب أو كل القيادات من فصيل واحد، فساعتها نحن ما لنا أمام جيش وطني ولا أمام حل لهذا الفصيل. نحن كل ما هنالك أنه بس هذا الفصيل غير اسمه القديم لاسم جديد صار اسمه الجيش السوري، يعني بس مو أكثر من هيك. الآن أتمنى فعلا أنه يكون نحن أمام مشروع جيش وطني يتم فيه تذويب الفصائل، يتم فيه حل هذه الفصائل كلها مع بعضها وخلطها كلها مع بعضها من خلال حركة كبيرة من تنقيلات، من خلال ما تبقى الفصائل موجودة كلها في نفس مناطقها الجغرافية، أفرادها، قياداتها، كل حدا يختلف القيادات، كل حدا تختلف عناصره، منطقته الجغرافية، المنطقة اللي هو فيها، وعلى مدى يمكن عدد سنوات قليل لو تم اتباع هذه الآلية فممكن نوصل فعلا لجيش وطني يكون انتمائه الوحيد هو لبلده وليس لجماعته، ما يكون انتماء العنصر للفصيل تبعه، خلص لازم ينسى الفصيل. الآن طالما انه اوكي انت موافق على كل شيء صار وشايف انه هو اصلا كان الحل الوحيد لاعلان منتصر من الشيء اللي صار، شو لك اللي اعتراضك وين؟ هلا انا بصراحه كان اعتراضي على انه التسميه اولا مهرجان انتصار الثوره. هلا اللي انتصر او اللي كان بيحتفل البارحه هو ما هو انتصار للثوره، هو خلينا نقول هو انتصار لمهرجان انتصار ردع العدوان. لكن مهرجان انتصار الثوره ويستثنى منه الحضور الشعبي أو الحضور المدني المؤسساتي وما غيره، شوي شايف إنه الموضوع يعني ما كتير ظابط. كان ممكن نقول مهرجان لانتصار ردع العدوان، لكن مهرجان انتصار الثورة يفترض تكون شيء يعني أكثر شعبية أو في حضور شعبي أكبر. النقطة الثانية في الفقرة اللي ذكرت عن حل المؤسسات السياسية والمدنية الثورية، برأيي هي كمان نقطة إشكالية. ممكن السلطة لو حبت تروح باتجاه الاستبداد فببساطة فيها تستخدمها يعني كذريعة لإسكات أو لإخراس كل ما يختلف معها، كل من يتناقض معها، وإنه خلص أنت انتهى دورك والله معك. هذا هيك شيء بده بصراحة آليات أكبر، بده دولة، بده دستور يقرر، بده مجلس شعب أو برلمان منتخب ليقرر، حتى بما فيها أيضا الأحزاب اللي تم حلها، أحزاب الجبهة الوطنية وحزب البعث وغيره، لأنه هدول بالأخير ما هن فقط
ما هو فقط اسم، ما هو فقط ايديولوجيا وتم إنهائها بكلمة. هن بالنهاية حدا في عنده كتير أملاك، مقرات، عدد كبير. يعني بالنهاية كل الشعب السوري كان بعث في لحظة ما يعني. طب إيه وشو بدنا نعمل الآن؟ هل سيكون هناك قانون مثل العراق فرضا اجتثاث للبعث؟ أما الأمر أو أن الأمر مختلف، كيف ستصفى أملاك هذا الحزب؟ كيف سيتم التعامل معها؟ حل المؤسسات الأمنية نفس الشيء، كيف سيتم التعامل مع أرشيفاتها؟ مين الجهة التي ستتولاها؟ بأي آلية؟ بوفق أي خطوات؟ فكقرارات شكلية أوكي تمام، يعني أصلا هي مثل ما قلت هي تحصيل حاصل، يعني الأمر منتهي وواقع من اليوم الأول. لكن الآن نحن بحاجة لآليات، لخطوات تقول كيف بده يتم هذا الشيء وفق أي آلية. مين راح يتولى المسؤولية عن هاي الأشياء؟ مين راح يقوم بالتعامل مع إرث كل واحد من هاي يعني المؤسسات، كل إرث وكل من هذه التكوينات اللي تم حلها، حتى بما فيها حزب يعني مجلس الشعب وغيره. الآن نحن أمام طبعا الموضوع الإعلامي كان موضوع معيب بصراحة، يعني إما من خلال أنه الإعلام ارتكب في البداية خطأ بالقول أنه هو مهرجان انتصار الثورة، وورط الموجودين في هذا المهرجان بأنهم أصبحوا وكأنهم هن خارج يعني الإرادة الشعبية، أو أنه مو سائلين على الشعب بالمرة، وأنه نحن بنعمل مثل ما بدنا. أو برأيي هي خطيئة يعني بيتحملها نفسه هذا إعلام الفصائل اللي لسه عم يشتغل وكأنه إعلام فصيل. وأتمنى أنه يكون تجاوزنا البارحة مع إعلان الانتقال من فصيل إلى دولة، أنه نكون كمان تجاوزنا من إعلام فصيل إلى إعلام دولة يعني. الآن يفترض أنه بدأنا بمرحلة انتقالية. المرحلة السابقة كانت مرحلة نقول لجس نبض، لإقناع أطراف سواء داخلية أو خارجية، لأخذ شيء من الشرعية الخارجية أيضا أو الدعم الخارجي. والآن الأمر أصبح جاهز للانطلاق. في عندنا صار شيء جاهز، صار في رئيس، صار في يحكي، صار في يتحرك بصفته رئيس. أمامه كم كبير جدا من العمل، كم كبير هائل من العمل. اليوم على أساس في مؤتمر أو في خطاب له، هذا الخطاب بده يطلع يحكي فيه أو يوجهه للشعب. أتمنى يكون في وعود واضحة، أتمنى يكون في خطة واضحة، خصوصا بموضوع كم هي المرحلة الانتقالية المقدرة. وأتمنى يكون على رأس هاي الأولويات الحديث عن مؤتمر وطني، كيف ممكن يكون، إيمت، شو الآليات، شو الخطوات، لأنه كتير مهم حاليا الانتقال لمرحلة المؤتمر الوطني اللي يكون في معنا شرعية حقيقية شعبية. في النهاية في نقطة وحيدة اللي هي الناس اللي طلعوا امبارح، اللي أتمنى يكونوا فعلا متحركين يعني بشكل عفوي، وصاحب الشوارع بنروح بدنا بنفديك جولاني وجولاني للأبد، غصب عنك يا أسد، ما الأسد راح خلص يعني كلياتنا غصب عنه حاليا. أتمنى يكونوا فعلا هدول التصرفات يعني لحالهم. أكيد هاي المرحلة وأكيد نحن كلياتنا لسه بدنا شغل كتير كتير كبير على الوعي، وبده تعب لننتقل فيه من مرحلة بنروح بالدم نفديك يمين من كان، لأنه قدمنا أرواح وقدمنا دم كتير. ما بظن في أي شخص موجود على سطح الكرة الأرضية بيستحق نقول له اليوم بنروح بالدم نفديك يا كذا، مستحيل. فممكن يكون الشيء الوحيد اللي نقول له بنروح بالدم نفديك هو سوريا، سوريا وبس. ويعطيكم العافية.